وعلى فضاء ملعب عالمي مركب راداس الأولمبي حمادي العقربي في تونس العاصمة. ومعكم الإعلامي عبد السلام عيدن، طبعا على القناة التونسية العمومية الأولى الحمراء، لأن القناة الثانية تكون بلون أزرق. في طيلة أجواء هذه المباراة وهذا اللقاء، النادي الإفريقي يستضيف فريق مستقبل سليمان لحساب المرحلة الثانية عشرة للدوري التونسي الممتاز أريد 2026. هو نفس التوقيت في مباراة فريقي مستقبل قاباس والاتحاد المنستيري. الكرة بحوزة لاعبي فريق النادي الإفريقي على ناحية الهجومية بوجود طبعا بوبكار ديرا الذي يلعب الكرة في المنتصف لفائدة فريق النادي الإفريقي، بل جاك ديرا لاعب فريق مستقبل سليمان. هذا اللاعب الأسمراني سيدو خان اللاعب الأسمراني في صفوف فريق النادي الإفريقي. الكرة راحت بعيدة على الظهير الأيمن لفائدة فريق النادي الإفريقي. أكيد تطلع حمزة بن عبده وأيضا أسامة الشبلي وحسام حسن رمضان وغيرهم الكثير من اللاعبين للنادي الإفريقي. على الناحية الوسطية لفريق مستقبل سليمان راحت الكرة في الأخير إلى رمية التماس.